السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي إن شاء الله. النهاردة جايلكم بوصفة جديدة من وصفات المطبخ، أكلة على قد الإيد. عاملين إيه النهاردة يا وصفات؟ عاملين الملوخية بتكتها وحركتها، وكمان الفراخ المحمرة والرز المفلفل بطريقة جميلة جدا. يلا بينا على الوصفة نشوف الطريقة والمقادير. واستنوا قبل ما تروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم مني كل جديد من إشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا على الوصفة، يلا بينا. ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز الابيض، وهنعمل الملوخية، وكمان هنسلق مع بعض الفراخ. اول حاجة انا حطيت حلة على البوتاجاز، وهحط معلقة سمنة، كده تمام، وهحط معلقة صغيرة من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم. هخليه يسخن قوي. دي طريقة الرز الابيض المفلفل، طريقة حلوة قوي. انا بحط كبشتين رز او معلقتين رز صغيرين واشوحهم كده ياخدوا اللون الاصفر، وبعد كده بحط بقية الرز وبحط المية بتاعته، ومقدار المية هو مقدار الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما احطش الرز بتاعي الا لما تكون السمنه بتاعتي والزيت يكون سخن قوي، علشان يطلع معايا مفلفل وحلو، وكمان علشان ما يتكسرش معايا. هنا بقى على ما الرز يتشوح انا حطيت ميه بتغلي على البوتاجاز علشان احط الفرخه بتاعتي. هنا حطيت ميه، حطيت التوابل بتاعتي، وهنا الفرخه بتاعتي غسلتها كويس. ودلوقتي هحط الكبده بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط القوانص، وهحط الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. وهغطيها بس مش قوي، هخليها كده علشان ما تفورش مني. وهشوف الرز بتاعي كده تمام، اداني الرزاية المصفرة اللون الذهبي الحلو. بعد كده هحط الملح، في كذا طريقة للرز. بتحطي هنا الملح علشان ما يحجمش مني، وهقلبه. وبعد كده انزل بالرز بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام، واقلبه. اخلي كل حبايه رز تشرب الملح والسمنه والزيت. كده تمام، كده كل رزايه اتغلفت. كده تمام.
ابتدي انزل عليه بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. الميه نفس مقدار الرز. اقلبه كويس علشان ما يبقاش فيه جزء فيه ملح وجزء لأ. يبقى كده تمام. شايفين المية مغطية الرز، وانا كمان معلية النار. اول ما يبتدي يغلي والمية تقل مني ابتدي ان انا اهدي النار واحط الشياطة بتاعة الرز. ودلوقتي احط الرز بتاعنا ويلا بينا نعمل الملوخية. ودلوقتي انا قطفت الملوخية اهي بالشكل ده. ما تحطيش فيها عروق كتير علشان ما تبقاش في حتت معاكي، يعني خلي فيها حتة صغيرة ما تبقاش طويلة قوي كده. كده تمام. ودلوقتي هضربها في الكبة. الصراحة لما بتتضرب في الكبة بتبقى طعمها حلو، بتبقى فريش وبتبقى جميلة جدا. طبعا احنا كنا بنعملها بالمخرطة، وايام بقى المخرطة دي كانت بتبقى جميلة، بس طبعا احنا دلوقتي بقينا ان احنا مستعجلين، بنيجي من الشغل طبعا عايزين ما نقفش كتير ونعمل الاكل بسرعة. فالصراحة الكبة بتسهل علينا ان احنا طبعا الاكل. ودلوقتي هعمل الملوخية، هغسلها كويس وهقول لكم هنعملها ازاي. اهم حاجة وانتي بتخرطي الملوخية تحطي توم يكون فريش. انا هنا حاطة 3 وحدات توم، وكمان تحطي قرن فلفل رومي. بيدي ليها طعم وريحة بتبقى جميلة جدا. حلو جدا الفلفل الرومي. دايما الناس الكبيرة بتوع زمان كانوا بيحطوا فلفل رومي، بتبقى جميلة جدا. ودلوقتي هجيب الكبة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبتدي احط الفلفل الرومي اهو، واحط الثوم بتاعي، وابتدي احط الملوخية. بتطلع معاكي ملوخية خضراء وجميلة، وكمان طعمها حلو وما ترقدش منك في الحلة حتى لو قعدت 2-3. الملوخية روحها قصيرة، كبرها 2 بعد كده ما بتبقاش حلوة. ودلوقتي هحط نص معلقة كربوناتو. دي جميلة جدا، بتخلي الملوخية خضرة وجميلة كده وفريش لاخر كده لقمة زي ما بيقولوا. وهحط كبشتين شوربة، اي شوربة ما عندك، شوربة فراخ، شوربة لحمة. حتى لو ما عندكيش شوربة ممكن تجيبي تغلي مية سخنة وتحطي نص معلقة توم باودر ونص معلقة بصل باودر وربع معلقة فلفل اسود وربع معلقة كمون، واحدة مرقة اي نوع انت عايزاها، فراخ او لحمة. وبعد كده بتغليها كويس وبتحطي معلقة عصير طماطم فريش، او ممكن تحطي معلقة صلصة وبتحطيها على الملوخية وتبتدي تضربيها. ودلوقتي هجيب كبشتين شوربة واحطهم على الملوخية. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هحط كتير علشان ما تبقاش صيصة مني، انا هتبقى تقيلة، قوامها تقيل.
وابتدي اغطيها واضربها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه علشان العرايس اللي لسه متجوزين وما عندهمش خبره في الطبيخ. ممكن ان انت دلوقتي سهل بالنسبه لك ان انت بتتفرجي على اليوتيوب على اي وصفه انت حباها، بتلاقي الخطوات بتاعتها. اهي الملوخية، وهضربها وارجع لكم تاني علشان الصوت. كده خلصت ضرب الملوخية. شايفين جميلة ازاي، وكمان القوام بتاعها جميل جدا. انا عندي العصافير اول ما بتسمع صوتي بتفضل تزقزق زي ما انتم شايفين كده. شايفين الملوخية جميلة ازاي. الملوخية ما تتحطش على الشوربة لغاية لما تبتدي تاكلي. يعني ما ينفعش تحطي الشوربة دلوقتي او تحطي الملوخية على الشوربة وتسيبيها لغاية لما تيجي تجهزي بقية الغدا. لا، الملوخية روحها قصيرة وممكن تغمق منك. فانا دلوقتي خلاص الاكل بتاعي ابتدى خلاص يخش في السوا، ابتدي انزل بالملوخية بتاعتي على الشوربة تكون مغلية حلوة قوي. وبعد كده ابتدي اجهز التومه، واول ما تغلي الملوخيه بتاعتي اطشها بالتومه بتاعتي وبألف هنا. تابعوا معايا الخطوات وان شاء الله تعجبكم باذن الله. واللي وصل معايا لغايه هنا يا ريت يدعمني بالاشتراك واللايك وكومنت حلو منك يسعدني. اي وصفة تعجبك اكتبها لي في التعليق، وانا ان شاء الله اعملها لك في الفيديو الجاي باذن الله. يلا نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. وهنا الرز بتاعي ما شاء الله شايفين جميل ازاي، ورزاية مبدور جميل جدا. انا بحبه لونه فاتح. في بعض الستات بتحب ان الرزاية تكون غامقة، لا انا بحبها بالشكل ده. بيبقى في رزاية ذهبي على خفيف قوي ورزاية بيضة، بيبقى كمان طعمه حلو وريحته كمان بتبقى جميلة وشكله جميل جدا. ولسه الفراخ بتاعتنا بتتسلق اهي لسه بتستوي. هسيبها لما تكمل سواها واقلبها على الناحية التانية علشان كل جزء في الفرخة يكون مستوي. ودلوقتي طلعت الفرخة، هحط عليها زيت ورشة ملح وفلفل. وهحطها في الفرن تحت الشواية لمدة ربع ساعة. بتاخد وش وبعد كده بقلبها على الناحية التانية من غير طماطم ولا صلصة ولا اي حاجة خالص. بتبقى طعمها حلو اكنك محمراها في الزيت بالظبط. ودلوقتي هنعمل الملوخية. اهم حاجة تكون الشوربة بتغلي. انزل الملوخية زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة تكون الشوربة بتغلي معايا. هقلبها شايفين خضرة وجميلة ازاي. شايفين خضرة وجميلة ازاي، وشايفين التقل بتاعها جميل زي المحلات واحلى كمان. يلا بينا نعمل التومة.
دلوقتي حطيت طاسة على البوتاجاز، هحط معلقة زيت علشان اعمل التومة بتاعة الملوخية. هحط نص معلقة سمنة، وكمان وانزل بالتومة بتاعتي. هنا التوم ده انا مفرزاه في الفريزر. اخلي التومة تصفر مش اكتر علشان ما تمررش مني. واول ما تديني اللون الذهبي انزل عليها بربع معلقة كزبرة ناشفة. وبكده التومة اصفرت معايا، ابتدي احط الكزبرة وابتدي انزل بيها على الملوخية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده بقى وايه الريحة الحلوة دي، بجد حاجة تفتح النفس. ودلوقتي هقدم الوصفة بتاعتنا، ويا رب الوصفة بتاعتنا تكون عجبتكم. ويا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس ويكتب لي كومنت حلو يساعدني. بحبكم في الله. يا ريت شير علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. ودلوقتي هفرغ الوصفة بتاعتنا الجميلة من وصفات المطبخ. وبكده خلصنا وصفة النهاردة. عملنا أحلى طريقة ملوخية بالطريقة الجميلة جدا الشعبية المصرية اللي كلنا بنحبها. شايفين خضرة وجميلة ازاي. وكمان عملنا الرز المفلفل، وكمان عملنا الفراخ المحمرة بطريقة جميلة جدا. يا رب النهاردة الوصفة تعجبكم. ويا ريت يا حبايبي تدعموني بالاشتراك ولايك وشير وكومنت حلو منك يسعدني. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.